تفتكر ليه الإنسان مهما حقق من إنجازات بيفضل برضه حاسس إن في حاجة ناقصة؟ كم واحد حلم بحاجة ولما حققها ملقاش إحساس السعادة اللي كان متوقعه؟ وليه دايما الواحد في حيرة؟ دايما بيسأل هل اختياراتي هي الأفضل؟ ولا كان ممكن أعيش حياة أفضل لو اخترت سكة تاني؟ عرفت ناس تاني؟ رحت أماكن تاني؟ وليه دايما السؤال عن المعنى بيطاردنا في كل مكان؟ أنا مين؟ موجود هنا ليه؟ فين طريقي؟ في الحقيقة إن كل المشاعر دي سببها إن إحنا بنتعامل مع الدنيا على إنها دار قرار، مكان هنفضل عايشين فيه الى ما لا نهايه. انت عارف قوم ثمود كان ايه مشكلتهم؟ انهم كانوا زينا كده بالظبط، فاكرين ان هم جايين الدنيا عشان ينبسطوا بس، اكل، شرب، كنوز، فلوس، بيوت وتفاخر ومنظره. لحد ما جالهم سيدنا صالح وقال لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعوها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني نعمة الأمان اللي احنا عايشين فيها دي ربنا ما ادهلناش عشان نقعد نجري ورا الدنيا والأحلام الوهمية وبس، نسيب الحقيقة الواضحة اللي ربنا أقرها لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني انت جاي هنا عبد لله، فلازم بقى كل أهدافك وطموحاتك تكون مرتبطة بتحقيق مفهوم العبودية ده، بحيث يبقى هدفك الأساسي إنك تكون عبد صالح خالص لله، قلبك ليه وعايش عشان بس ترضيه. لما توصل بقى للهدف ده هتحط هدف أكبر تاني، إنك تكون عبد مصلح بيكلم الناس عن ربنا وبيفكرهم بيه في دنيا بقت كلها ملهيات ومشتتات، في دنيا كترت فيها الفتن واستوحش فيها شياطين الإنس والجن. تبقى جندي من جنود رب العالمين وما تستصغرش نفسك أبدا، اعمل اللي تقدر عليه واللي ربنا يفتح عليك بيه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو قدرت تفهم الحاجات دي هتلاقي كل مشاكلك النفسية اختفت، وهتلاقي الإجابة عن كل الأسئلة الوجودية اللي تعباك، هتوصل لمرحلة السكينة والطمأنينة في الدنيا قبل الآخر. وعشان كده ربنا وصف النفس اللي هتسكن في الجنة بإنها نفس مطمئنة، وقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ودخلي جنتي. وده اللي خلى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. مش معنى كلامي أبدا إنك تزهد في الدنيا وتلبس خيش وتعيش في كهف تتعبد، بس الفكرة إنك تخلي الدنيا دايما في إيدك مش في قلبك، بتاخد منها بس اللي يساعدك ويقويك في رحلتك لله، لكن قلبك ده ما ينفعش حد يجي جنبه، قلبك ده ربنا بس. وأول بقى ما تخليه يتعلق بحاجة غير ربنا بتبدأ فورا تظهر مشاكل النفسية وضيق النفس. وزي ابن القيم ما قال فكل من أحب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع من العذاب في هذه المعارضات، فإذا سلبه اشتد عليه عذابه. فهذه 3 أنواع من العذاب في هذه الدار. يعني لما تحب حاجة أكتر من ربنا هتتعذب 3 مرات، هتتعذب عشان توصل لها، ولما توصل لها هتتعذب عشان خايف تخسرها، والضربة الكبيرة بقى لما تخسرها. وعشان كده لو حاسس انك تايه وحيران فتش في قلبك وشوف هو متعلق بإيه، مين فيه غير ربنا، وابدأ في رحلة تطهير قلبك من كل حب غير حب رب العالمين. ادعيله قول لي يا رب رجعني ليك واكتبني من عبادك الصالحين المصلحين، وافتح لي باب من أبواب رضاك ما يتقفلش أبدا، عشان يوم ما تسمع النداء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تبقى مستني الكلمة دي من سنين وتقول ياه أخيرا. ولما تخطي أول خطوة ليك في الجنة تحس بالنعيم الحقيقي لأول مرة.